يا صباح الورد والهنا والسعادة على كل حبايب قلبي اللي منوريني وبيشاهدوا القناة بتاعتي اللي هي آية شانل. احنا بنعمل ايه دلوقتي يا بنات؟ احنا بنجفف الملوخية. قرطفتها ودلوقتي انا بغسلها اهو زي ما انتوا شايفين، وبصفيها في المصفى كده، وهنجففها بقى واوريكم هنعملها ازاي. انا الشتا اللي فاتت ما اشتريتش ولا عود ملوخية، انا اخر كيس ملوخية كان عندي لحد اول امبارح، عشان كده رحت جايبه الكميه دي وقلت اعمل تاني. وجايبه قبل كده برضو بس الحقيقه ما صورتهوش. الملوخيه لما تيجي تقرطفيها قلبي لازم تبقى كده، شايفه اكنها فرع شجر، تقطعي الحته منها من العنقود بتاعها كده اهي، شايفاه؟ لازم العنقود ده ليه؟ عشان ده اللي بيدي عرق الملوخيه والمطه الحلوه بتاعه الملوخيه. يلا هنجففها مع بعض ونشوف هنعمل فيها ايه، وخليكي معايا خطوه بخطوه. لو انت لسه بتخرطي الملوخيه فانت كده فايتك كتير قوي، لان الطريقه دي احسن 3000 مره من خرط الملوخيه. خليكي معايا، هغسل الملوخيه وارجع لكم تاني. استنوني يا حبايبي، ما تروحوش في اي حته. ان الملوخيه غسلناها يا جماعه، وعادي حله الميه حطيناها اهي بتغلي. انا حطيت حله كبيره عشان خاطر اخلص بسرعه. ما عندكيش بقى كربوناتو، هنحط ايه؟ بيكنج باودر. ادي شويه البيكنج باودر في معلقه صغيره من بتوع الشاي، بتديك الفوران ده. حطيتها دي ليه يا ايه؟ حطيتها عشان خاطر تخلي الملوخية لونها اخضر وجميل لحد اخر كيس، حتى لو عملت كمية كبيرة قوي. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي، كده انا عندي المية غليت اهي. هنزل بقى ايه بكمية من الملوخية على المية المغلية دي اللي انا حطيت فيها شوية الكربونات، اللي هو ربع معلقة كربونات. هنزل بشوية محترمين زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. وهنزل بيها كده بالمعلقه الكبيره بتاعتي دي اهو. هسيبها قد ايه في الميه دي؟ حوالي بالظبط كده مش اكتر من دقيقه، دقيقه ونص. انا مش بسلقها، انا بس بعمل ايه؟ بدبلها شويه في الميه دي، وبعد كده هوريكم الخطوه الجايه ايه اهو. معلش لان انا ماسكه التليفون بايد واشتغل بالايد التانية، ما عنديش ستاند بقى. ربنا يكرم ان شاء الله ونجيب ستاند اهو يا جماعه. بصوا لون الملوخيه بقى عامل ازاي، شوفوا الخضار والجمال. عايزه اقول لكم انتوا طبخينها بقى ما شاء الله بتبقى خضراء وجميله، واكنك جايباها صبحه. احسن 100,000 مره من اللي انت بتشتري الكيس الجاهز ده، تروحي تجيبي ب25 جنيه ولا ب30 جنيه. طب وليه؟ ما انا اجيب شويه الملوخيه، انا جايبه كل الملوخيه دي ب60 جنيه. وشوفوا هعمل بيها بقى كام كيس، يعني ممكن تعمل لي بتاع 20 كيس 15 كيس. شوف انت بقى هتجيبي الكيس منهم، وطبعا اكتر كتير جدا من الكيس اللي انت هتجيبيه الجاهز. انت هتحطي الحبه الصغننين او اللي في الكيس دول. ولو هعمل نفس كميه الكيس اللي بيتباع يبقى انا بس هعمل يعني ما شاء الله هعمل كميه كبيره، بس انا صراحه بعمل اكتر شويه. بدي بقى للحبايب اللي عاوز كيس ملوخيه يلاقي عندي. يمو ايه عايزه اقول له خدي يا حبيبتي، فاهماني؟ حاجه بتنفع في البيت. طول ما انت حاطه عندك حاجتك في البيت كده ده خير. القلقاس برضه تجيبي تغسليه، مش تغسليه لا، هتقشريه وتخرطيه. انا عن نفسي بغسله، في ناس كتير ما بتغسلوش، وبعد ما اخرطه اروح غسله حلوه كويس قوي، واحطه في البتاع المصفى ينشف من الميه، واكيسه وارميه في الفريزر من غير اي حاجه خالص. واروح عامله الخلطه بتاعته اللي هي السلق، وارميها له في الفريزر مع الكيس. كل كيس سلق مع كيس القلقاس بتاعه. بس كده خلاص اهو. هنحط نبدا ايه، نجيب المصفى بتاعتنا ونشيل بها ايه الملوخيه دي. نحطها فين؟ هوريكم. هنا انا عندي حله كبيره اهي، برضو انا مليها ميه ساقعه، خدتوا بالكم؟ وهجيب دلوقتي قوالب تلج احطها فيها، خليكم معايا اهي يا حبايبي. انا حطيت فيها قوالب التلج اهو، ولو سخنت منك مش هيجرى اي حاجه. ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله. نرجع للملوخيه بتاعتنا تاني اهي. بصوا هتقلبوها كده اهي،
نشيلها بقى. شفتوا الفترة اللي انا سبتها فيها، يعني دقيقة، دقيقة ونص بالكتير اوي، دقيقتين تسيبيها في المية كده مع التقليب. هنبدأ بقى نشيلها. بصوا بقى، انا هشيلها من هنا واحطها في المية الساقعة اللي هناك اللي فيها التلج، عشان انا هبقى بايد واحدة فمش هعرف اوريكم المنظر يعني المشهد ده. انا هقول ان انا هعمله ان انا هشيل الماء من المية دي احطها على المية المتلجة. ماشي، خليكم معايا. اهي يا حبايبي انا حطيتها في الحلة الكبيرة التانية اهي. بعد كده هنعمل ايه بقى هوريكم دلوقتي حالا، بس نرجع للي هنا نحط تاني شوية عشان يتعملوا، لان انا عامله كميه فعايزه اخلص بسرعه. الميه بصوا لونها بقى ايه، مش هيحصل اي حاجه، الميه هتغمق معاكم بس ما فيش اي مشكله. انا عايزه اعملها على حلتين 3 واخلص، لان الجو حر جدا، وهي ما شاء الله انا حاطه الحله كبيره فتشيل. انت طبعا عايزه تعملي حبه صغيرين بقى، فهتحطي طبعا على قدك. تحطي حله صغيره فيها شويه ميه كده، حله بوله صغيره بلاستيك تحطي فيها شويه الميه المتلج هناك. ولو الميه سخنت معاكي مفيش اي مشكله، مش هتحصل اي حاجه. اللي هي قصدي الميه اللي سخنت النين اللي احنا مبردين فيها. الحله الكبيره التانية اللي هي هناك معانا على الحوض، على رخامه الحوض هناك. تمام كده. نغطس دي كده على ما نروح نشتغل في التانية، تكون دي وصلت للي احنا عايزينه اهو. غطسيها كلها كده، غطسيها كلها. بس هنسيب بقى دي كده تمام، ونروح نشوف التانية هنعمل فيها ايه. دلوقتي احنا جينا اهو تاني للحله اللي على البوتاجاز اهي، اللي انا بصفي فيها، اللي انا كنت غاسله فيها الملوخيه دي، حجمها كبير جدا، اللي هي بتسلق فيها اللحمه بتاعه الافراح. عقبال عند كل الحبايب يا رب. واصفي كده، بصوا هفضل اصفي كده وانزل بيها الخلاط. شبشق الخلاط بتاع الطماطم عادي جدا، تصفي وتحطي فيه كده. بس انت مش هتصفي قوي لان انت محتاجه الميه تصفي بيها، فاهميني؟ قصدي تشتغل معاكي في الخلاط يا ولاد، يعني تمشيك الخلاط اقصد، بس مش اللي هي كتيره قوي برضو يعني بيبقى فيها يعني نسبه وتناسب. وانت طبعا يا ستك كلها تعرفي تحددي انت عايزه ايه بالظبط. اهو انا بعملها كده شويه واروح نازله بيها هنا اهي. لو شفشقك كبير بقى زي عندي كده اهو، الشفشق بتاعي ما شاء الله، الخلاط بتاعي شفشقه كبير اللي هو السكاني ده، فبياخد معايا كميه حلوه. نرجع للملوخيه بتاعتنا اللي على النار يا جماعه، نقلبها اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده اهي. خدوا بالكم انا مش بسلق، انا بسيبها تدبل بس. شايفين لونها؟ يلا بينا نكمل اللي احنا كنا بنعمله. الميه حاساها كتيره جدا اهي. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ يلا بينا نروح على الخلاط. ده الخلاط بتاعه يا حبايبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هحط معلقه سكر هنا معايا هنا، ماشي؟ شايفين مفيش ميه كتير اهي، اللي هي تقوم الخلاط. هجيب معلقه سكر، حطينا معلقه السكر اهي. هنغطي الخلاط بتاعنا بقى. بس الاول تنزلي كل الملوخيه اللي فوق هنا دي كده، تنزليها بايدك كده او بالمعلقه حسب ما انت عايزه اهو. تنزلي كل البتاع الخلاط، ما تخليش حاجه بره. بعد كده نبدا نشغل الخلاط بقى. بسم الله. عارفين هي ضربتين، ضربه وضربه. بسم الله. لازم امسك الخلاط كده
الحقيقة مش عارفة اعمل ازاي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش عشان انا بعمل لنفسي يا جماعة. بس كده كده تمام اوي. شايفين اللون؟ شايفين الجمال؟ شايفين العظمة يا جماعة؟ بصوا الحلاوة. هوريكم كمان الملوخية من جوه. هشيل بس علبة السكر بتاعتي. بصوا شبشق جامد اوي، حاطة خلاط جامد. اجيب لكم معلقة بقى وشوفوا المنظر معايا. بصوا احنا وصلنا لايه اهي. الملوخية مش ناعمة اوي اهي، حتت اهي زي اكنها مخرط. هتعرفوها لما تنزل المعلقة كلها. بصوا الحتت اللي هي نازلة على البتاع اهي. هقفل لكم. طيب ثواني هقفل لكم الاضاءة. بصوا انا قفلت لكم الخلاط اهو عشان تشوفوها. بصي الملوخيه مش ناعمه قوي اهي، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. بصي اهي حتت على المعلقه اهي زي المخرطه بالظبط. دلوقتي بقى نفضيها في الكيس. خليكم معايا اهو يا حبايبي. جبت الكيس اهو يا حبايبي. ادي الكيس هنصب فيه كده. بس انا طبعا مش عارفه اصب الاخر لان ماسكه بايدي لوحدي برضو اهو. شوف خضار الملوخيه يا جماعه. بصوا الملوخيه خضارها عامل ازاي. هتحط شويه كربونات لو عندك، هتحط شويه بيكنج باودر لو ما عندكش ايه كربونات. انا بفضل البيكنج باودر بصراحه، بيفضل الكيس لونه اخضر كده وانت طبخاه بيبقى الاخضر برضو. بصي الملوخيه بتبقى تحفه، غير العرق اللي في الملوخيه بتبقى حلوه جدا جدا. هكيس بقى الباقي لان انا مش عارفه امسك بايد واحده وبعد كده ارجع لكم. بصوا يا جماعه انا حطيت كمان اهو شفشق تاني اهو، بس لسه معانا كميه. تمام هنضربها بقى ونشوف هنعمل ايه. انا همسك بس الشفشق كده اهو. بس اكتر من كده لا، هما تكتين وتكتين صغيرين جدا، مش عايزين ننعمها قوي. عارفه الملوخيه اهي اهي يا جماعه. بصي خشنه ازاي اهي. بص المطه اللي فيها بقى هتفضل كده وانت تحطي بس مغرفتين 2 شوربه وتطلعها من الفريزر وهي مجمده زي ما هي. تمام. وتروحي ايه حطها على الشوربه وتوطي النار عليها قوي مع التقليب. كل شويه تمسكي حته هي بتبقى حته تلجه، تفضلي تعملي فيها بالمعلقه كده. تقعدي تعملي في المعلقه كده عشان تنزلي منها ايه اللي بيفك. تفضلي تعملي كده في حته التلجه اللي هي الملوخيه عشان تفك معاكي. هتبصي تلاقيها فكت معاكي وبسرعه. بس توطي النار على نار هاديه جدا، وبعد ما تفك خالص تروحي طشه في وشها شويه فصين الثوم وحبه الكزبره الناشفه. تاكلي احلى ملوخيه واحلى طشه ملوخيه تاكليها. والف هنا وشفا. انا هعبي بقى الاكياس كلها وهوريكم في الاخر الكميه عملت معايا قد ايه. تمام. المهم قوي ان انت تحطي معلقه السكر الصغيره معاها هنا في الخلاط اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا عملت كميه قد ايه. من ب60 جنيه ملوخيه. انا بروح للبياعه اقول لها لو فاضل منك ملوخيه اخر النهار وعايزه تبيعيها وتروحي فبتنزل لي من اسعارها. بتديني الاربع ربط ب10 جنيه، يعني الربطه بتقف عليها ب2 جنيه ونص. دول كلهم كده ب60 جنيه ملوخيه. عملوا لي كام كيس بقى؟ بسم الله ما شاء الله والف هنا وشفا. عملوا 20 كيس، يعني 20 اكله ملوخيه. وبص الكيس مش صغير، الكيس بسم الله ما شاء الله قد اللي بنشتريه مرتين. يعني بسم الله ما شاء الله هتعملي اكله وتدي للحبايب وتحطي عندك الخير في الفريزر وتبقي ماليه بيتك خير. من ايه؟ من حاجه بسيطه جدا. ايه 60 جنيه دفعتهم عملوا لي 20 اكله ملوخيه. ولا هفضل ارطب ولا هقعد اخرط ولا اجيبها ب40 جنيه وتفضل عندي طول السنه ملوخيه خضراء وجميله زي ما انتم شايفين شكلها ولونها. والف هنا وشوفها يا جماعه. وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في قناه ايا شانل. وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. ما تنسوناش في دعوه حلوه. اللي هيستفاد من الفيديو ويجرب الفيديو ويعجبه ما ينسونيش بدعوه حلوه. ربنا يصلح حالكم يا رب ويحسن ما بين ايديكم
واشوفكم ان شاء الله بخير في الفيديو الجاي. مع الف سلامه. سلام. انا نسيت اقول لكم احنا بنحط معلقه السكر ليه على الملوخيه. دي كماده حافظه يا بنات للملوخيه، بنحطها معاها في الخلاط، والمفروض احط كمان معلقه في الميه، بس انا لقيت ملهاش لازمه فبقيت احطها في قلب الملوخيه. لان دي ماده حافظه للملوخيه، بتحتفظ بلونها الاخضر مع اللي هو البيكنج باودر قلب كربوناته. انا حاطه بيكنج باودر اهو، حطيت من ده نص معلقه من بتاعه الشاي على الميه، وديكوا شفتوا كميه الماكه الكبيره. المهم يا بنات، احنا بنحط السكر كماده حافظه بتخلي الملوخيه تحتفظ بلونها وبالمطه بتاعتها لحد اخر كيس. لحد هنا بقى اقول لكم مع السلامه، واشوفكم بخير ان شاء الله. باي باي.